بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم اللوبس أو التكرارات. باختصار بسيط، التكرارات عبارة عن مثلا أنت بتكتب حاجة كذا مرة فأنت تدخلها جوه لوب تكتبها هي بنفسها كذا مرة. فاهم حاجة؟ هنخش بسرعة الكود، نفهم الكود. هنعرف متغير اسمه كوين لوكال كوين كوين تساوي 1. فاحنا عايزين نعمل دلوقتي هنا لوب طول ما الكوينز أصغر من 10 يفضل يزود الكوين. عندنا 3 أنواع في روبلوكس ستوديو، عبارة عن لوب، فور لوب، ووايل لوب، وريبيت انتل. اتنين بيتكتبوا مع بعض. نبدأ بقى سلوم الوايل لوب. نكتب وايل، نكتب هنا الشرط طول ما كوينز أقل من 10، أقل من أو يساوي 10 يفضل يزود الكوينز. هنكتب كوينز أقل من أو تساوي 10، نكتب تو ونهاية إند عشان نعرف نهاية الوايل. نكتب رين عشان نعرف دلوقتي الكوينز بقت كام. كوينز نقطتين كوينز. دلوقتي عايزين بقى كل ما يخش جوه يزود الكوينز بواحد. أول ما يزود الكوينز بواحد يخش على الشرط هنا ويشوف الكوينز مثلا زودت بواحد بقت 2. هل الكوينز 2 أقل من أو يساوي 10؟ فصح نخش في جوه نكتب كوينز تساوي كوينز زائد 1. جرب. طب علينا كوينز 1 2 3 لحد 10. تمام. كوينز. ماشي كده خلصنا أول نوع اللي هو الوايل. نخش بقى دلوقتي على المحبب الأقل فور لوبس. نكتب فور. هنا مش لازم نعرف المتغير، مثلا نكتب لوكال، لا نكتب على طول المتغير اي تساوي 1. نكتب كوما. نكتب هنا بقى عدد التكرارات اللي احنا عايزين نكررها، مثلا نكررها 5 مرات. دو انتر لحد نهاية الفور. برنت on now equal I. بس انتر. زي ما احنا شايفين طبعا هنعمل 5 مرات، وهنتعلمهم اكتر بس قدام ان شاء الله. بالذات الفول اكتر حاجة ما هتساعدك قدام. كده خلصنا النوعين. نخش في النوع الاخير واللي هو مش هتستعمله. انا مش بستعمله كتير الصراحة، مشوفوش لازمة. نكتب repeat وانتل. هنا هتقول له كرر اللي هنا لحد ما يحصل الشرط اللي كتب هنا. الشرط اللي هيحصل هنا عربي مضروب. هنخش على طول عرف متغير اللوكال repeat بتساوي 1. هنكتب هنا كرر دايما برنت hello world. هيفضل يكرر hello world لحد ما يحصل الريبيت أكبر من أو بتساوي 3. يعني عايزينه يطبع بس hello world 3 مرات. هنكتب هنا repeat زائد 1، يفضل يزودها 1 لحد ما تبقى 3 ويقف. فاحنا شايفين كتبنا hello world مرتين. ليه كتبها مرتين؟ عشان عندنا في البرمجة الرقم بيبدأ من 0 مش 1، فاحنا هنكتب له هنا 4 عشان تبقى 3. طبعا هنا hello world 3 مرات. كده نكون خلصنا اللوبس بأنواعها ال3 في روبلوكس. طبعا احنا بناخد بس هنا مقدمات بسيطة عنهم. إن شاء الله في المستقبل هنتعلم عنهم بعمق كتير، بالذات فور لوب. والسلام عليكم.